ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض احلى حلا بارد بالمانجا. عشاق المانجا بقى هيتبسطوا قوي من الصنف ده، بطريقة بقى سهلة ولذيذة وهتعجبكم جدا. ولو عجبتكم طريقتي اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، ويلا نبدأ. للطبقة الأولانية 150 جرام بسكوت سادة، أي نوع بسكوت تحبيه. هنكسره بالشكل ده كده وهنحطه في قالب وسط. المانجا اللي استخدمتها أقل من كيلو. هتقطعي المانجا مكعبات بالشكل ده. هنقطع بقى الكمية كلها الأول. ولاحظي إن البسكوت ما حطيناش عليه لا لبن ولا عصير. أنا اكتفيت إن العصير اللي هينزل بقى من مكعبات المانجا كده هيديله طعم جميل. حطيت المانجا بالشكل ده وبعدين بدأت أعمل الجيلي. باكو جيلي مانجا عليه كوباية مية واحدة سخنة قوي. ندوبه بقى فيها كده كويس ونركنه دلوقتي علشان يبرد. بعد كده بقى في بولة تانية حطيت كوباية كريم شانتيه عليها كوباية لبن تكون ساقعة قوي. وضربت بقى بالمضرب حوالي 5 دقايق. وبعدين ضفت لها 170 جرام قشطة. حطي نوع القشطة اللي بتحبيه، يعني قشطة وش اللبن لو عندك، قشطة من عند اللبان، العلب دي مفيش مشكلة. حطيت بقى ال 170 جرام قشطة كده وضربتها بالمضرب تاني 5 دقايق تقريبا. كان الجيلي بارد خالص دلوقتي. تحطي بقى الجيلي شوية بشوية كده، ما تحطوش مرة واحدة، وتضربي بالمضرب. عايزة اقولك ان الكريمة دي اتبقى منها شوية، حطيتهم في كوباية كده في الفريزر. طلع احلى ايس كريم مانجا ممكن تاكليه. حطيت بقى الكريمة اهي فوق المانجا. وسويت الوش كده ودخلتها التلاجة حوالي ساعة. لما طلعت بقى من التلاجة ده شكلها. وده الايس كريم اهو. ده شكلها اهو. لو تحبي بقى تزيني وشها بمكعبات مانجا او باي طريقه تحبيها، دايما التزيين ده بتاعك انتي. انا حطيت فستق وحطيت الوردات اللذيذه دي كانت عندي. وبدات بقى اقطعها. طبعا الصنف ده يتقدم ساقع. عايزه اقولك ان هو ما اخدش واحنا بنعمله 10 دقايق. يعني هو بس الوقت كله اللي اخده ان انا حطيته في التلاجة ساعه. اكتر من كده مفيش. سهل جدا وبسيط. وما اخدش وقت خالص. تتقدم بقى ساقعة وجميلة اهي بألف هنا. سكرها حلو جدا. معقول قوي قوي سكرها. وخفيفة مش تقيلة يعني، وحلوة في الحر ده بقى، لا فتحنا فرن ولا حاجة. وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. وباي باي.